حقق منتخب موريتانيا إنجازا تاريخيا بتأهله إلى 8 نهائي كأس أفريقيا لأول مرة، عقب فوزه على منتخب الجزائر 1-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وتأهلت الإمارات رغم الخسارة للقاء طاجيكستان ثاني المجموعة الأولى في 8 من مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، ضمن الدور 8 النهائي للبطولة القارية، وذلك بعد حسمها للمركز الثاني برصيد 4 نقاط. أعرب خوان لابورتا رئيس برشلونة عن غضبه مما وصفه بالأخطاء التحكيمية في مباراة غريمه ريال مدريد ضد ألميريا، وقلب ريال مدريد تأخره أمام ألميريا من 2-0 إلى 3-2 أول أمس الأحد في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا. وقال لابورتا في تصريحات لشبكة موفستار الإسبانية: مع هذه النتائج أعتقد أن المسابقة تفتقد للعدالة، ليس في هذه الجولة فقط، لأننا قمنا بتحليل الموضوع، وهناك بالفعل سلسلة من النقاط التي حققها منافسنا من خلال الاستفادة من قرارات الحكام. يجب أن أقول أيضا إننا اعتدنا على هذا الأمر.